بكاء في القنوات على الموضوع. اين ابراهيم فايز؟ بدل ما كنت تعيط في القناه السعوديه المحافظه طبعا في دماغنا السعوديين لما تقعد تعيط في القناه كنت تيجي العزم. بعيد عنك انت مش شاذ. لا انت حضرتك بقى يا جماعه لما تعيط في القناه السعوديه، وانا بقول لك اهو احترامي للسعوديه والشعب والملك والامير، حضرتك لما تاكل تجرؤ تعمل اللي انت عملته ده في امي. صح. كنت منتظرك النهارده انت وسيف والعجوز المتصابي اللي عنده 90 سنه مدحت شلبي، ها؟ ومش عارف ثانيه يا بيه من فضلك، هو حضرتك اللي هتتكلم ولا انا؟ انا عايز اقول ايه؟ وابراهيم عبد الجواد اللي عامل اعلانات واللي مش عارف ايه، كنت منتظر اشوفك في العزاء، خلي بالك. انا حرصت هذا العزاء اقعد بعيد. ليه؟ واحد يقول لك انا مختلف مع مطاط. لا ده مالكش حجه، كنت قاعد لوحدك هنا. ما جيتش ليه؟ عارف ليه؟ عشان ما فيش وفاء. فين عبد الواحد السيد؟ فين شيكابالا؟ هما فين؟ فين مصطفى شلبي؟ فين اللعيبه؟ فين زملائه؟ لا حازم امام ولا سيف ولا مفيش حاجه خلاص. يبقى ما حدش يقعد يبكي لي في القناه او على صفحته. هو العزا ده كان معمول لمين؟ ليا؟ انا عامله عشان اكشفكم. ده اسرته. يا شباب ده محدش يتكلم يا جماعه ولا يعلق. انت هتشتغل ايه يا حضرتك؟ فين؟ مين اهل مصر دول؟ كلنا اهل مصر. كلنا اهل مصر. هو حضرتك العزا ده معمول للرياضيين. وقال كده ده عزا لمين؟ الرياضيين. فين هم؟ انا بسألك فين؟ مع احترامي لأسرته. ده عزا للرياضيين. هم فين؟ هم متخانقين، انا مش فاهم، هم متخاصمين عشان كده ملوش، انا مش فاهم. انما للاسف الشديد طول ما امثال حضرتك موجود وبتديهم مبرر، ده انا اجي عزا النهارده واجي عزا بكره واروح كفر الشيخ اعزي واروح بين اعزي. ها؟ فين هم؟ ولا احنا متخاصمين؟ واللي بيخلص هنا في القرن القنوات اللي تبع الشعبيه بيدفع دلوقتي ياخد راحته في ام بي سي. هو لولا كان في ام بي سي كان عامل فقار المبادئ. لا طبعا. لا طبعا. لا، مع احترامي بدل للشعب السعودي وتركي الشيخ وجلاله الملك خالد الحرمين الشريفين، اسمه الامير محمد محمود بن، دي حاجه ودي حاجه. ايه اللي طلع يعيط يقول لك انا مش قادر؟ انا العسل. هو انت، انا عايز اعرف هو انت مخاصمني ولا مخاصم المرحوم؟ اكيد. بتروح بكره